السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب صف ثالثة إعدادي الترم الثاني 2026. النهاردة بنشرح قواعد اليونت 10. القاعدة اللي عندي اللي هي reported speech. طب إيه هي reported speech يا ولاد؟ reported speech دي هي الكلام المنقول، كلام بننقله من شخص لآخر. طبعا أنا عندي 3 أشكال: في جملة خبرية، جملة أمرية، سؤال. يعني احنا لما نيجي ننقل الكلام في 3 اشكال لنقل الكلام: اما انا بنقل جمله عاديه خبريه، او بنقل امر او نهي، او بنقل سؤال. طيب الدرس بتاعي النهارده عن ايه؟ قال لي عن السؤال، فبقول reported question. reported question. طيب reported question ده يا شباب ليه شكلين، اللي هو ايه؟ طيب قال لي في yes or no question، في سؤال yes او no، وفي عندي WH question، السؤال اللي هو بيبدأ بإيه؟ بأدوات الاستفهام. طب تعالوا نمسك واحدة واحدة. هنمسك الأول اليس أو نو كويستشن. أنا عندي سؤال الإجابة بتاعته يس أو نو، فدايما اللي هو بيبدأ بفعل مساعد، فعل مساعد أو فعل ناقص. طب إيه هي الأفعال المساعدة أو الأفعال الناقصة؟ قال لي في عندي دو، يبدأ بدو، أو does، أو did، أو have، has، أو had. في كمان عندي من الأفعال المساعدة ممكن يبدأ بam، أو is، أو are، was الماضي منهم، أو were. ممكن يبدأ بكان، ممكن يبدأ بcould، ممكن يبدأ بwill، أو ممكن يبدأ بwould. النقطة الأساسية عندي أنا لما أجي أنقل السؤال، إحنا هنكتب سؤال دلوقتي وتعالى نحوله إلى كلام منقول بالمرة. قال لي طيب أنا مثلا عندي السؤال ده: will you buy this t-shirt؟ وهنا حط لي question mark وقفل السؤال بتاعي وقال لك مثلا علي said. علي قال ايه؟ will you buy this t-shirt؟ will you buy this t-shirt؟ قال لي طيب لما نيجي يا شباب هنا نحوله، عشان نحول اول حاجه الكوتيشن ده انا بحذفه خالص. نركز كده، انا الكوتيشن ده ايه؟ بحذفه خالص. حلو. وخلي بالك ان انا عندي علامه الاستفهام بحذفها وبخليها فول ستوب. حلو. طيب تاني حاجه، انا بجيب الفاعل ببدا بيه وبقول علي. سد تحول الى 3 اشياء. ركز معايا كده، سد تحول الى 3 اشياء. ايه وايه؟ قال لي ممكن احولها الى asked. حلو. طيب ممكن احولها الى ايه تاني يا استاذ؟ قال لي ممكن احولها الى wondered. طيب ممكن احولها الى ايه تاني؟ قال لي ممكن كمان نحولها الى inquired، واشهرهم طبعا asked، لكن ممكن احولها الى هذه الاشياء، وممكن احولها كمان الى wanted to know برضه، wanted to know. اي شيء من دول يا شباب ينفع نحول مكانها ايه؟ اللي هي said. طيب نرجع بدول كمان. احنا عرفنا دلوقتي انه said ممكن احولها الى asked، ممكن احولها الى wondered، ممكن احولها الى inquired، ممكن احولها الى wanted to know. فنقول مثلا علي asked. علي ايه؟ asked. علي سأل. انا ممكن اسكت، ممكن اقول علي سأل وخلاص واسكت. طيب اذا بدأ السؤال عندي بفعل مساعد او بفعل ناقص، ممكن احط معاه حاجه من الاثنين: اما if
أو whether أو إيه if أو whether. طيب يبقى أنا هستخدم قبل الفعل المساعد هو will أو كان أو could إما if أو whether. طيب نستخدم مثلا if يا أستاذ. خلاص تمام، نشيل whether ونخلي معانا إيه if. يبقى هنا قلنا إيه إحنا علي asked. ممكن أقول كمان علي asked me، بس أنا هقول علي asked وأسكت، هقول علي asked if. طيب أنا عندي هنا الفاعل وعندي هنا الفعل المساعد بيتحولوا عكس بعض، يعني ببدأ بالفاعل وبعد كده إيه الفعل المساعد. خلي بالك you تحول إلى I على حسب الفاعل. هو علي سأل مين؟ سألني أنا. علي asked me هو سألني لو أنا قال لي طيب ترجع الفعل المساعد اللي هو ده إلى الماضي، يبقى will تحول إلى would، can تحول إلى could، is تحول إلى was، are تحول إلى were. فأنا هنا أقول إيه؟ علي asked if I would. حلو. طبعا would يأتي بعدها الفعل في المصدر، فباي مش هنغيرها if I buy. طيب عندي كمان يا شباب بعض التحويلات زي this دي يا شباب تحول إلى that، وفي تحويلات تانية كتير، الظروف وكلمات this أو tomorrow أو yesterday، كل ده بنحوله ليها تحويلات وهنشوفه دلوقتي. فهنقول مثلا علي asked if I would buy that t-shirt. انت كده يا استاذ وحط فول ستوب، انت كده حولت السؤال. انا كده عملت ايه؟ حولت السؤال من دايركت من مباشر الى اندايركت الى غير مباشر، وعملت كده ايه ريبورتد كويستشن. دي يا شباب التحويلات، وده معظم الاسئله بتبقى بالشكل ده. تمام. طيب لو جينا يا شباب وقلنا الدبليو اتش كويستشن، لو كان السؤال بالدبليو اتش كويستشن هيجي واحد يقول لي ايه هو الدبليو اتش كويستشن؟ قال لي السؤال اللي يبدا مثلا بوات، بيبدا بوير، يبدا بوين، يبدا بواي، يبدا بهو، يبدا بهوز، او يبدا بويتش. ممكن يبدا عندي ب هاو، في منها طبعا هاو اولد. ممكن يبدا بهاو لونج. كل دي يا شباب اسمها دبليو اتش ايه كويستشن، اقدر ابدا بيها باي شيء. طيب إذا بدأنا يا شباب السؤال ب WH question، إذا بدأنا السؤال ب WH question هنحوله إزاي إلى reported question؟ قال لي بسيطة جدا. طب اكتب لي سؤال كده يا أستاذ. قال لي السؤال سهل جدا. Why has she arrived مثلا home late؟ حطيت علامة استفهام وقلت مثلا asked علي أو محمد أيا كان يعني. قال لي هنحولها ازاي يا استاذ؟ قال لي سهله جدا وبسيطه جدا. هنقول هنا يا شباب علي asked. حلو. هنحذف الكوتيشن اول شيء زي ما احنا ماشيين، والفول ستوب دي هنخليها الكويستشن مارك هنخليها فول ستوب. طيب هنقدم ده على ده، يبقى الشيء قبل الهاز مع التغييرات. طيب اول حاجه احنا هنربط بايه؟ احنا لما كنا نقول فعل مساعد كان اول كنا بنربط باف او وذر، لكن اذا كان عندي الدبليو اتش كويستشن فهتفضل زي هي، مش هنربط باي شيء. فنقول علي asked why she. طيب هذا تصير ايه الماضي منها؟ had. يبقى احنا لازم نرجع الفعل للزمن اللي قبله. يعني مضارع بسيط present simple يحول الى ماضي بسيط اهو. مضارع يحول إلى ماضي أيا كان بقى، مضارع بسيط ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع تام ماضي تام زي الجملة اللي عندنا. طيب لو كانت الجملة في الماضي يا أستاذ تحول إلى ماضي تام. طب الماضي التام ده يتكون من هاد بلس الباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. تمام. طب لحد هنا احنا تمام. قال لي علي asked why she had. نكمل الجملة بتاعتنا arrived. طب نحذف ده عشان تبقى الصورة واضحة بالنسبة لكم. علي asked why she احنا قلنا ايه؟ why she
had arrived. Why she had arrived. طيب home late. في حاجة تانية هتتغير؟ لا والله ما فيش حاجة هتتغير، احنا كده حولناها. بس يبقى ايه الفرق بقى ما بين السؤال اللي يبقى فيه WH question والسؤال اللي يبقى فيه فعل مساعد؟ قال لي ان انا الفعل المساعد بربط باف او whether. WH question بربط WH question زي ما هي. انا عندي مثلا كلمة yesterday، عندي tomorrow، عندي tonight او today، عندي this، عندي now، عندي here. مثلا على سبيل المثال تيجي لما نيجي نغير دي في السؤال الغير مباشر او السؤال المنقول. قال لي yesterday تصير the day before. في واحد تاني يقول لي the previous day. صح. tomorrow عكسها the day after او the next day عادي برضو. طيب today that day، tonight that night، this تصير that، now تصير then، here تصير there. دي كلها يا شباب تغييرات. تمام. مع تغيير الضمائر على حسب الفاعل. مين الفاعل اللي بيتكلم عندي هنا؟ ممكن يبقى هي، ممكن يبقى شي، ممكن يبقى اي. فكلها دي امور يعني ترجع للفهم بتاع القاعده. كتاب المعاصر صفحه كام يا شباب؟ تعالوا اقول لكم صفحه كام. صفحه 148 في كتاب المعاصر. اول سؤال عندي هنا يا شباب قال لي ايه؟ complete the sentences with the correct form of the words in brackets. طيب تعالوا نشوف في أول جملة. قال لي she asked her friends where she. طالما قال لي هنا يا شباب she asks، خلي بالك دي مضارع بسيط، يبقى لازم هنا live نخليها في المضارع البسيط اللي هي ايه؟ lives. لأن أنا عندي هي والشي وإت والمفرد في المضارع البسيط بتاخد الفعل بإضافة اس. تعال نشوف number 2. بسمة wondered. بسمة wondered if I am coming to the festival. طب هنا wondered في الماضي يبقى I was. تعالوا number 3. حاتم wanted to know، أراد أن يعرف if هشام كان هنا بكل سهولة نخليها إيه؟ زي ما أنت قلت في الماضي، رجعها في الماضي على طول، إحنا بننقل السؤال للماضي. لو جينا في رقم 4 يا شباب قال لي I asked him when the report be done. طيب إحنا عايزين نكون السؤال ده. السؤال ده في الأساس كان إيه؟ هو بيقول لي أنا سألته متى التقرير هيكون جاهز. يبقى المفروض السؤال كان ايه؟ when will the report be done. when will the report be done. طيب طالما will يبقى انا اغيرها واخليها would be. تعال عندي number 5. he asked me what I think. طالما قال لي ask يبقى على طول think تصير يا شباب؟ تصير thought. ممتاز جدا. تعال عندي number 6. she asked me where I go the night before. خلي بالك the night before يعني the last night. طيب يعني هو هنا بيتكلم في ايه يا شباب؟ في الماضي. طيب واحنا لو ركزنا الماضي يحول الى ايه؟ حد فاكر؟ احنا قلنا المضارع يحول الى ماضي، لكن الماضي هو كلمه داله انه دي الجمله اساسا كانت في الماضي، فاساسا كانت ايه؟ جو دي كانت went، فتصير ايه؟ had gone. had gone. مش احنا قلنا انه الماضي يحول الى ماضي تام؟ مظبوط. تعال عند number 7. the teacher asked us if we. The teacher asked us if we understand the lesson. في number 6 يا شباب، في number 7 قصدي. The teacher asked us if we understand the lesson. هنا طبعا سأل لي بأصل فعلى طول رجعها للماضي understand. تعال في number 8. He said his friends. قال لك كلام، هو سأل if they could lend him some money. طالما قال لي سأل يبقى asked. أساسا ما ينفعش أقول he said his. he asked his friend. He asked his friend. طيب number 9. I asked him where he spent his weekend. طيب تعالوا في number 9. لو بصينا هنا قال لك أنا سألته where spend
his weekend. weekend يعني هو قضى الأجازة بتاعته فين؟ هو أنا بسأله أنت قضيت الأجازة بتاعتك فين؟ فإذا كانت في الماضي، الماضي يا شباب لازم نرجع للماضي التام، فبدلا من spend أقول had إيه يا شباب؟ had spent. ممتاز جدا. Number 10 they wondered when he. هم يتساءلون when reply to their message. when he يعني الجملة أساسا كانت إيه؟ when will he reply to their message. هو إمتى هيرد على إيه؟ الرسالة. فwill طبعا لازم نخليها إيه؟ would reply. بس كده بس كده. القاعدة سهلة جدا يا شباب، بسيطة جدا ومش محتاجة أي تعقيدات. تفهمها بالعربي قبل الإنجليزي هتلاقي نفسك حليت أي سؤال. نشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.